النهارده جايه لكم بوصفه سوشي. ايوه زي ما سمعتوا، سهله وسريعه، ما بتاخدش غير دقيقتين في المطبخ واقتصاديه. طب هتقولوا لي يا روى احنا ليه نشتري المقادير ب 200,000 جنيه؟ طب ما نشتريه اسهل ونوفر على نفسنا الوقت والمجهود. حبايبي مفيش وقت ومفيش مجهود اصلا في الوصفه دي، يعني ولا مقادير ب 200,000 جنيه، اصلا مفيش مقادير. زي ما بكلمكم كده، يعني انتوا هتشوفوا في الفيديو دلوقتي. بس قبل اي حاجه طبعا انا مش هوصيكم، يعني لايكات، شيرات، اشتراكات كده هوت، يعني خلاص انتوا عارفين انتوا هتعملوا ايه. اول حاجه معانا هي بتنجانه. سبحان الله، بتنجانه محشيه من الحله. امك تبقى طبخه محشي، تروحي سارقه منها بتنجانتين كده على الماشي، ويفضل لو بتنجان اسود، بس احنا ما عندناش بتنجان اسود. يعني انا قعدت قلبت الحله كلها على بتنجانه سودا ما لقيتش، فاقف الوصفه تقف ما تقفش ابدا، يعني نكمل عادي. فهي معانا بتنجانه سودا، مش سودا، هي احمر في اسود، ما علينا، ونحطها على جنب كده. بعد كده هنقطعها. سبحان الله، يعني مش عارفه اقول ايه بصراحه، بس هو هنقطعها كده. انا بحاول اوريكم بس، يعني لا تكون تخينه ولا تكون رفيعه، لازم الدقه في الاداء. اهو هقطعها وجايه لكم. دي اول جزئيه. في الغالب كده اول جزئيه ما بتطلعش حلو، فاحنا نركنها على جنب نديها لاي حد ياكلها، ونكمل بقى تقطيع. اهم حاجه الدقه، الدقه ثم الدقه. ابراهيم ارحمني. بص انا قطعتها كده اهوت اهي. هتتبقى الحته دي، مش يعني بص هنحاول نفتحها كده من هنا، الحته دي كده هنفتحها. بص بقى الحلاوه، اتفرجولي. ايوه قرب قرب قرب. بصوا الجمال، بصوا. سوشي ده ولا مش سوشي؟ ها هتقولوا لي يا روى احنا خدنا صباعين المحشي خلاص من حله. ايه ده ايه ده؟ بعيدا بقى على الصوت اللي في الخلفيه ده، هتقولوا لي احنا عايزين ليه ال5 جنيه؟ ما خلاص احنا خدنا من حله المحشي اللي في المطبخ والدنيا خلصت. هقول لكم عشان حاجه مهمه جدا، الشوبستيكس. ما طبعا لازم ادام هنقلد الصينيين في حاجه لازم نكملها، تنقصيش حاجه. بصوا بقى، بصوا بصوا الحلاوه، بصوا الطعامه، بصوا اهو سوشي سوشي تحفه بقى. الله، دي بقى وصفه 100 زي ما وعدتكم ان الوصفه مش هتاخد ولا جنيه مصري ولا دولار ولا اي حاجه، ولا وقت بقى ولا مجهود ولا حاجه. شفتوا وفيت بوعدي ولا لا؟ شوفوا بقى انتوا هتعملوا ايه، ما انا مش هقول لكم. شوفوا هتعملوا بقى اللايكات والشيرات بقى والسبسكرايبات. انتظروني ان شاء الله وصفه احلى من اللي قبليها كل يوم سبت وتلات. ولمزيد من وصفات روى اضغط لايك واعمل اشتراك وشيرات بقى على قد ما تقدر. انتظروني في حلقه جديده من كل اسبوع مع روى.